يا جماعة كيلو البصل بقى ب30 جنيه. طب دلوقتي الناس اللي بتعمل حواوشي دي يعني هتعمل حواوشي ازاي؟ كنا بنروح نجيب رغيف الحواوشي ما شاء الله كله بصل، مش كان بنحط فيه لحمة. يعني احنا هنخسر الناس دي يعني ولا نعمل ايه؟ يعني الناس دي هتضطر كده الحواوشي ده هتعمله بلحمة كده. يعني احنا كنا البصل كان ب10 جنيه ولا ب7 جنيه، الناس كانت بتملى لنا ما شاء الله رغيف الحواوشي بصل. دلوقتي البصل عادي ب30 جنيه. هيعملوا ايه دلوقتي؟ اللحمة غليت والبصل غلي، هيحط لنا خضرة في رغيف الحواوشي ولا هيعملوا ايه؟ مش ينفع كده يا جماعة. احنا لازم نترأف مع الناس دي، لازم نترأف بحالة الناس دي. الناس دي مكسبها كان في البصل والبصل غلي، يعملوا ايه دلوقتي؟ يا جماعة عشان خاطري لازم نقف مع الناس دي، كده حرام. الناس دي كده هتخسر، ما ينفعش كده. فلازم نتكلم في موضوع البصل دي لان له دور كبير في الحواوشي. سلام عليكم.